الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم. هاد ليطاب اللي وصلوا لها باش يشوفوا شنو كاين في العالم، لانهم في المغرب شافوا وعاشوا وحققوا الكثير. اذا كان خاصنا ندوزو ليطاب الثانيه، حيت كنديروا تكوين ديال اجيال. وطبيعيا بان الى الواحد ما تيفولويش، يعني ما كيتطورش، فراه غادي نداتر. اذا كان خاصنا نوصلوا لهاد ليطاب. هاد السفر ان الوليدات تبارك الله عليهم كانوا احسن سفير. انت مغربي، البو هو اللي كيصرف، فالبو هي الفرقه، ولكن البو مازال ما ديرش لاباس. فكان الاخ يعني العم هي الجهه. الا ما كانش هذا كل واحد يهز الكفه من هذوك الودنين، فهاد لافيرتي اللي كنشوف دابا الوالدين اللي كاينين برا، وهاد لافيرتي اللي حسينا بها عند الناس نتاع الجهه المقيمين في اوروبا. راه جا واحد البلاصه 800 كيلومتر، جا من مارسي باش يتفرج. انا راه بكيت من قال لي جيت من مارسي. فراه دوك الناس دوزو معنا ان ويكاند، راه كيحسوا بواحد لافيرتي في باري. سورتو ملي كتبدا ترباح وكدير هاد الامور، الناس ولاو معتزين بالاصول ديالها. فشكرا للجميع اللي ساهموا في هاد البدايه، لان يلاه حلينا الباب. شكرا كثيرا، لان لا اداريين، لا منتخبين، لا لاعبين، لا اطور، لان كاينين اطور في التفكير، لان هنا راه عمل استراتيجي. كاينين الاخوان اللي خدامين، لا مستثمرين في الاول. الحدث لولا انه يجدنا على اصول صحيحه. اول جمعيه رياضيه في تاريخ جهه درعا تافلت، اول جمعيه رياضيه درنا معها اتفاقيه وصوت عليها المجلس، كانت هي هذه الجمعيه هذه لامبيدي دي بالمي. غادي يكون حاجه مستغربه كيفاش جهه جديده غادي اتفاقيه، اول اتفاقيه في تاريخ التاريخ غتكون مع الريغبي. واش الريغبي واسع الانتشار، واش يعملوا له شي حضور كبير، واش طبعا هادشي كله ما كانش، ولكن كانت واحد القضيه مهمه جدا، وانه ثقه اللي كتبنى كتعود عندها شي اصول اللي خلانا نلتفتوا في الجهه لهذه الجمعيه ونثقوا فيها باش نديروا معها اتفاقيه من خلال تنظيم الساندرينغ. لما اول كنذكر دابا كنعطيكم التاريخ، اول مره ذكرنا في القضيه بيناتنا يعني في المكتب وكذا باش نطرحوا هذه الفكره الاتفاقيه مع الجمعيه. قلنا هاد الناس اللي شاركوا على الجمعيه فكروا يعملوا ركب الرمال، الانسان عنده لعبه تيمارسها، فكر يديرها في الرمله، حيت الرمله كاينه في الجهه. هاد الناس عندهم النغمه الابداع، وتبنات الثقه على هذيك المساله الابداعيه. بعد الانجاز هو ثمره ديال واحد الاكسير اللي كتكون فيه القدره الانسان يبدع ويغامر بقدر من الثقه مع الاخرين. انا اشهد لكم كجمعيه، كمسيرين، كرئيس، كمدير كذا، بانكم قدرتوا تبنيوا الثقه مع الجهه، وهذه الثقه هي اللي خلتنا نخاطبوا معكم وصرنا معكم شركاء، ولكن الجهد الاساسي راه ديالكم. استطيع ان اجزم ولا اتنبا انكم ان شاء الله غتكون واحد المشتل ديال صناعه ابطال كبار الى حافظتوا على هذه القيم اللي شرح لها السي دبي،
ديال العائله ديال الفريق، داك التوجيه ديال اللي يحس براسو كمل يهبط. مهمه القضيه. دابا كل واحد فيكم تيقول لنا عاد بديت، عاد دخلت في الطريق، وعاد بانت لي الافاق فين يمكن لي نوصل. عندي اليقين ان شاء الله بانكم غادي تستمروا، غادي تنجحوا اكثر، وغادي تشرفوا روسكم كفريق وكجمعيه وكاشخاص، وغادي تضيفوا نجاحات الى حياتكم الشخصيه والاسريه والعائليه والقبليه والمحليه والجهه والوطنيه. هذا اللقطه باش يجيو دابا هاد الاباء والعائله باش يستقبلوكم هذا الاستقبال، واكيد غادي تكون في غير غادي يكون طرح سخون. اكيد الدراري اش اللي داروا كانت واحد الخدمه متواصله. الا لاحظتوا في الفريق هذا كاين ضربه جينيراسيون. كاين لا بروميير جينيراسيون كانوا فيها واحد 6 ديال الدراري كبار، هما اللي بداو ومعاهم الدراري بدات في الالعاب المدرسيه، وتما كان حرزنا البطوله الوطنيه المدرسيه، ومن تما بدا الدري في مدينه تنغير. كما قلت للدراري قلت لهم بانه هذا العام هذا الى شفنا بقاو 15 واحد هما اللي عاشوا هذه التجربه هذه وداروا هذه النتيجه، بغينا من بعد من هنا عامين ولا من 3 سنين ولا 4 سنين بقاو واحد 70 واحد 100 واحد هما اللي عاشوا هذه التجربه هذه ومازالوا مستمروا، ما تحبسش في هذا 14 ولا في 50 ولا في 60. يكون ان بروجي اللي هو غادي لون تيرم، كل واحد فوق ما توصل وقته حتى هو يعيش هذا الاحساس هذا. ولكن اليوم تنغير بهذا الفريق تبصم على حقها في ان تستقبلنا في القريب العاجل ملعب في مستوى الطموحات ديال الشباب. هذا نقول لكم هذا الالتزام الان غنشتغلوا عليه ان شاء الله.